أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. جولتنا النهاردة في الشارع الجميل ده. تفتكروا الشارع ده فين؟ أكيد طبعا في اسكندرية. اسكندرية جميلة في كل مكان وفي كل زمان. شارع أمين فكري في محطة الرمل اسكندرية. أمين فكري باشا كان قاضي وكاتب، تولى رئاسة النيابة في مصر عام 1888 وأصبح قاضي بمحكمة الاستئناف الأهلية في عام 1889، وأيضا عين محافظ اسكندرية في نوفمبر 1894 لحد 1896، وكانوا أهالي اسكندرية بيحبوا المحافظ أمين فكري جدا. لكن حلقتنا النهاردة هتكون عن دار رعاية المسنين الألماني، أو زي ما كانوا بيقولوا عليه الدار الألماني لرعاية المسنين راهبات سان شارل برومييه. في القرن ال18 جاء إلى مصر بليز أوزهايم، وكان عمره في الوقت ده حوالي 18 سنة، واشتغل في مجال المال والاقتصاد، وكمان كان تولى رئاسة البنك الوطني المصري بالقاهرة. وخلال إقامته في مصر كان شايف قوي ان راهبات المدارس الألماني، هي طبعا كانت مدرسة سان شارل برومييه اللي هي في القاهرة وفي اسكندرية، ان هما بيتعبوا جدا وبيأدوا يعني واجب وطني، فحب ان هو يعمل لهم دار مسنين، فاختار المكان ده في اسكندرية. وفي خلال الفترة دي اتعرف على كاترينا شنايدر، هي كانت كمان جاية من ألمانيا لخدمة التعليم في مدرسة سان شارل برومييه. اتعرف عليها، والقنصلية الألمانية في اسكندرية أو في جمهورية مصر العربية اختارت المكان ده، وهو صرف على الدار دي من جيبه الخاص مع الأخت كاترينا شنايدر، وعملوا الدار دي. وهو بيقول أنا وهبت المكان ده لراهبات مدرسة سان شارل برومييه، لأن هم وهبوا حياتهم كلهم لخدمة التعليم، سواء كانت في مدرسة سان شارل برومييه بالقاهرة أو باسكندرية. وطبعا المكان زي ما احنا شايفين قد ايه المكان جميل، والمكان ده تم افتتاحه في عام 1899. يعني المكان ده بقاله في حدود كده 125 عام. جميل بجد. شوفوا التصميم بتاعه من جوه شكله ايه، السلالم الرخام يعني من 125 عام، وحتى الحديد المشغول شكله جميل جدا وشكله راقي قوي. الحقيقة المكان حلو، أنا لما اتفرجت عليه جميل جدا. أنا طبعا ما طلعتش فوق. عايزة أقول لكم مساحة المكان هنا حوالي 10,000 متر مربع، والمبنى هنا حوالي 2000 متر مربع. لكن الجنينة بتاعة الدار كبيرة قوي، حوالي 8000 متر مربع. الجنينة أكتر من رائعة، والحقيقة هي الجنينة جميلة جدا، وهم بيهتموا بالمكان قوي. الجنينة كمان فيها نباتات نادرة قوي، لأن هم محافظين عليها وبيهتموا بيها جدا، لأن كل ما بنكبر في السن بنحتاج رعاية أكتر واهتمام وراحة وهدوء، والمكان هنا فيه كل الحاجات دي كلها الحقيقة. وبعد وفاته في عام 1930 الدار هنا اتسمت باسمه بليز أوزهايم. كمان الدار فيها جنسيات مختلفة، حوالي 14 جنسية من مختلف الجنسيات. الدار هنا جميلة قوي الحقيقة. اللي يشوفها، أنا لما شفتها ما كنتش أعرف أبدا إن دي دار للمسنين. الطراز بتاعها والمباني بتاعتها على الطراز الأوروبي الفرنساوي. طبعا الدار منذ نشأتها تولت رعايتها راهبات، يعني كل اللي بيشرفوا عليها وبيخدموا كبار السن كلهم راهبات.
كان الراهبات دول من مدارس سان شارل بروميه. ودلوقتي في كتير مصريين أو مصريات هم راهبات بيشرفوا على الدار وبيساعدوا كبار السن. عايزة أقول لكم كمان إن الدار بتشرف عليها الشؤون الاجتماعية، ولكن يعني إدارتها وتمويلها بتكون من أموال النزلاء. الدار بيكون فيها سيدات ورجال من كبار السن اللي طبعا ظروفهم ما تسمحش إن هم يعيشوا لوحدهم. أنا هنا خدت المنظر من فوق علشان تشوفوا قد إيه المكان جميل وقد إيه حلو قوي ومريح كمان. ودي الجنينة اللي بينزلوا فيها النزلاء سواء سيدات أو رجال. وبعدين لما حد بيجي يقدم ويملى الاستمارة لازم بيعرف يعني إدارة الدار لازم تعرف إيه أسباب إن هم جايين المكان هنا ليه. وبعدين كمان بيكون في حالات غير قادرة على تكلفة الإقامة إن هم ينزلوا فيها، هم بيراعوا الجزئية دي وبيخفضوا لهم المبلغ. يعني المكان جميل ويعتبر في وسط البلد، شارع سلطان حسين تقاطع شارع أمين فكري بمنطقة محطة الرمل. المكان ده شارع أمين فكري، وبعدين هو يعني قريب جدا من البحر وقريب جدا من الترام، وكمان مسجد القائد إبراهيم باين من بعيد أهو. وأتمنى تكون الجولة النهاردة عجبتكم، وإلى اللقاء في جولات أخرى وأماكن جديدة. شكرا لحضراتكم.